انا رايح دلوقتي الأباجية، عندنا جولة هناك النهارده. بقالي كتير قوي ما رحتش منطقة شاهين الخلوتي والحتة اللي هناك دي. هحكي لكم اخر جوله نزلناها في الأباجية عملنا فيها ايه، وطبعا لاني كنت متاخر فالطريقه المثاليه هي ان نركب سكوتر للسيده عائشه. انا وصلت عند السيدة عائشة وقايل لهم ان الجولة فيها مقابر كتير، واللي ما بيحبش المقابر ما يجيش. انا مش عارف بقى الاقي عدد ولا لا. كنت فاكر ان العدد هيكون قليل، بس في الواقع لا خالص. عملنا جولة حلوة قوي النهارده، فاهلا بيك. ركبنا ميكروباص ورحنا لغايه جامع اللؤلؤه وسط مقابر الأباجية. وقفنا هناك وحكينا عن الفاطميين وتصورنا. بيكون احساس جميل لما بنشوف الاثار المخفيه. كل المجموعه كانت ماشيه وكانهم مجموعه من المغامرين في رحله بحث عن اثر مجهول. نكمل بقية الجولة بتاعتنا على مشهد إخوة يوسف. شفنا مشهد إخوة يوسف وكملنا لجامع سيدي عمر بن الفارض، وكمان مجموعة من الآثار التانية المخفية هناك وقبة جميلة فضيلة. وطبعا كل مكان من دول وراه حدوتة وحكاية بنحكيها في الجولة. ومشينا لغاية جامع شاهين الخلوتي، الجامع المنحوت جوه جبل المقطم. شفناه من بره لأنه حاليا دخل مرحلة الترميم. هل كان اليوم رائع؟ رائع. هل فهمت أي شيء؟ ليس كله متوسط. هل تعلم اسم هذا الجامع؟ لا. شاهين الخلوتي. شاهين الخلوتي. وخلص اليوم بتاعنا ورحت ضربت كشري عند ابو طارق. لو بتحب الاماكن القديمه والسفر اعمل فولو واكتب كومنت وهيوصلك تفاصيل ازاي تنضم لينا.